اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى جاتو سهل جدا زي بتاع المحلات بالظبط واحلى كمان. تعالوا اقولك بقى هنعمل ايه. اول حاجه كان معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، وكان معايا نص كوبايه ميه ثلاث بيضات، ايوه ثلاثه، والفانيليا. وبعد كده هحط معلقه صغيره من محسن الجل. طبعا في ناس ممكن تقول نص كوبايه ميه هتبقى كتير على الربع كيلو. الحقيقه انا بعملها كده وبيطلع معايا مظبوط، ويعني ما فيهوش اي حاجه خالص وبيكون جميل جدا كمان. المعروف يعني اللي النص كيلو دي اسبونج بيتحط له نص كوبايه ميه، بس انا بحط على الربع كيلو نص كوبايه ميه وبيطلع معايا مظبوط وبيبقى تمام يعني. وبعدين هنضرب بقى كل المكونات دي كده ببعضها لحد ما ناخد القوام اللي هو بيبقى زي الكريمة بالظبط ده كده، وبيديكي كمية كبيرة يعني بيزيد معاكي. الصينية طبعا كانت مبطناها بالزبدة وحاطة فيها ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده. الصينية كانت مقاس 30 في 40. هحط بقى الخليط ده كده، وبعدين هنديلها مثلا خبطتين تلاتة كده بس في الارض يعني، او على الرخامة، بس تكوني حاطة يعني فوطة بتاعت مطبخ او اي حاجة. وبعدين علشان اخرج الهواء اللي في قلب الكيك عشان تطلع معايا كلها زي بعضها، ما تكونش فيها هوا خالص. بصوا انا عملت صينيتين من الكيكه دي، بس انا عملت معاكم قدامكم يعني صينيه والصينيه التانية علشان بس الفيديو مطولش عليكم. هعمل بقى دي مش صينيه، احنا هنعمل ديت تورته، بس خليت التورته في فيديو تاني لوحده لان الفيديو كان طويل شويه. فهنعمل الكيكه معاكم دلوقتي والتورته هنزلها في فيديو تاني. حطيت 3 كوبايات من الدقيق الاسبونج، وحطيت عليهم 4 بيضات، وطبعا معلقه محسن جل والفانيليا ونص كوبايه من الميه. بس هنضرب كويس بقى الحله دي او الصينيه. لو ما عندكيش الصواني اللي هي بتاعت التورت والكلام ده، في بيبقى حلل متوفره في البيوت بتبقى بصي طالعه كلها يعني زي بعضها يعني، فوق مش بتبقى مثلا واسعه من فوق ونازله ضيقه من تحت. في حلل بتبقى عند ناس يعني بتبقى زي دي كده بالظبط. اوكي، فممكن تعمليها في صينيه وتقطعيها مدوره لو مش متوفر عندك الصواني اللي هي المدوره دي. المهم الصينيه دي كانت مقاس 20. طبعا هنزل بقى، طبعا بكون مبطناها كويس جدا بالزبده عشان تطلع معاكي بكل سهوله بعد ما تستوي. وحاطه ورقه زبده في القاعده بتاعه الصينيه. هسوي بقى الخليط بتاعنا، هسويه كويس في قلب الصينيه بتاعتنا، وبعدين هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180. هدخل بقى الصينيتين اللي انا عملتهم والصينيه بتاعه التورته دي. طبعا الصينيه اللي هي 30 في 40 بتاخد ربع كيلو من الدقيق وثلاث بيضات ونص كوبايه ميه ومعلقه محسن جل فقط لا غير. طبعا بعد ما استوت ده اللي احنا هنعمل بيه الجاتو. بصوا بقى الوش بتاع الجاتو بتاعي، علشان انا كنت دايما بحط ورقة زبدة اول ما بتطلع من الفرن، بحط ورقة زبدة على الوش وبعدين بقلبها. في الوقت ده بقى انا ما حطيتش ورقة زبدة، فبصي الوش يعني ايه مش طري معايا قوي. هو طري بيتشال عادي بس مش طري اللي هو ممكن يطلع. آم، لو حطيت ورقة زبدة فتلاقي الوش بتاع الكيكة بتاعتي طلع مع ورقة الزبدة. ما بضطرش الا انا مثلا اشيله بالسكينة زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا بقى بالسكينه كده بتاعه الجاتو قطعت الكيكه بتاعتنا اللي هو الصينيتين، قطعتهم بالنص يعني بالظبط. تقيسي كده لو انت مش هتعرفي بالنظر اللي انت تقسميها بالنص، فممكن تقيسي كده بالمسطره وتقطعي بالنص بالظبط. وبعدين هنعمل بقى الكريمه. كان معايا كوبايتين من الميه وحطيت عليهم نص كوبايه سكر ومعلقتين من اللبن البودر. وطبعا بعد ما دوبنا السكر كويس هننزل بيه كوبايه من الاكواب اللي هي المعياريه، مش كوبايه. لو انت مثلا حطيتي كوبايتين ميه من الكوبايات اللي هي العاديه بتاعه الشاي دي المج، فيبقى تعايري بيها بقيه المقدار بتاعك. ما تخليش كوبايه تبقى كبيره وكوبايه صغيره. انا عشان متوفر عندي الكوبايات اللي هي المعياريه فبعاير بيها كل حاجه. يعني كانت كوبايتين من الميه، كوبايه وكوبايه كريم شانتيه ونص كوبايه سكر ومعلقتين من اللبن البودر. بس كده هتديك قوام بقى بالظبط، هيكون مناسب جدا للكريمه. يعني هيكون القوام بتاعها سهل جدا ان انت تفرديه، مش هيكون سايل قوي ولا تقيل قوي.
بصوا بقى الكيكه بتاعتنا كانت الارتفاع بتاعها يعني كانت كبيره، ما كانتش رقيقه ولا اي حاجه. حطيت طبعا الطبقه الاولانيه، وبعدين شربتها كده بالخليط اللي احنا بنعمله كل مره، وبعدين حطيت طبقه الكريمه سويتها كويس، وبعدين حطيت طبقه الكيكه اللي هي التانية وشربتها برضو، وبعدين حطيت طبقه الكريمه طبعا اللي على الوش دي بقى لازم تسويها كويس جدا، علشان دي هتكون الوش بتاع الجاتوه بتاعي. حطيت طبعا صوص الفراولة. صوص الفراولة بجد بيبقى طعمه جميل جدا، انا عن نفسي بحبه. مش عارفة بقى يعني معظم الناس ممكن ناس تحس اللي هو بيبقى فيه سكر زيادة، بيبقى السكر بتاعه زيادة يعني، وفي ناس لا، بس هو بيبقى بيدي طعم جميل جدا. ممكن تحطي اي صوص متوفر عندك، ممكن تسيبيها يعني تبقى الكريمة بيضة كده زي ما هي. وبعدين بقى جبت القطعة التانية اللي احنا هنعملها برضو جاتو، الصينية التانية. احنا كنا عاملين صينيتين، فعملت صينية اللي انا حطيت عليها صوص الفراولة، ودي الصينية التانية بنفس الطريقة برضو. طبقة الكيكة، وبعدين بنسقيها بخليط التشريب، وبعدين الكريمة، وبعدين الطبقة التانية بنفس النظام. الجاتو ده بقى انا هقسمه بالنص، النص هيبقى عليه هيبقى ابيض زي ما هو كده، بس هحط عليه ملمع جل. ملمع جل ده ممكن تلاقيه عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني، هو مش غالي خالص يعني. والنص التاني احط عليها صوص مانجا. في الوقت ده انا كنت عايزه بس اعمل شكل يعني يبقى خطوط كده. بصي انا هعملها الشكل ده، بس الحقيقه في الاخر انا غيرتها، هوريها لكم دلوقتي. هو كان شكلها حلو كده بس انا غيرتها في الاخر يعني. بصي النص ده بقى احط عليه ملمع جل، هيبقى يعني ابيض. الملمع الجل ده بيدي لمعه بس للوش بتاعي، بيدي لمعه مش بيدي اي شكل تاني. هو بيبقى برضو يعني له طعم، بيبقى مسكر زي الصوصات والحاجات دي، بس هو بيبقى شفاف زي ما انتوا شايفين كده. هوزعها كويس. هيبقى بس على نص القطعة دي، وبعدين النص التاني احط عليها صوص مانجا. بصي هي شفافة باينة يعني، الكريمة باينة، بس هي بتدي لمعة فقط لا غير. الملمع الجل ده اللي هو بيتحط على الفاكهة، لو انت جبت تورته عليها فاكهة بتتلاقي الفاكهة دي فيها لمعة كده، هو ده الملمع الجل اللي بيتحط على الفاكهة اللي بتكون على اي تورته او اي جاتوه يعني. بس وبعدين حطيت صوص المانجا، هوزعه كويس، وبعدين هدخلها الفريزر مش اقل من 3 4 ساعات، علشان اعرف ان انا اقطعها كويس والصوص يكون متماسك، ما يسيلش معايا على خرطة الجاتوه. من الجناب يعني كده تنزل من الجناب، تكون الصوص على الوش بس. طبعا بعد ما خليتها في الفريزر من بالليل لحد تاني يوم الصبح، وبعدين طلعتها بقى. بصي جبت السكينة او المنشار اللي انت بتقطعي بيه يعني. انا بقطع قطعة الجاتوه بتاعتي بتبقى 5 في 10 او 5 في 11، على حسب يعني القطعة اللي معايا. بصوا بقى بالنظر كده، او ممكن بالمسطرة وتعلمي، وبعدين تبدأي اللي انتي تقطعي علشان تكون كلها قد بعضها. دي بقى انا هقطعها زي المثلث كده، القطعتين هم المفروض كانوا اتقطعوا قطعتين مستطيلة يعني، بس انا هقطعهم زي المثلثات كده. اهم حاجة يعني انت هتقطعي بين كل اول ما تقطعي قطعة تحطي السكينة بتاعتك او المنشار بتاعك ده في قلب مية تكون سخنة جدا، وبعدين هتطلعيها تنشفي السكينة بتاعتك بمناديل بتاعة مطبخ كده، وبعدين تبدأي تقطعي القطعة التانية. لازم بين كل قطعة والتانية تحطي السكينة في قلب مية تكون سخنة، علشان تطلع القطعة بتاعتك متساوية، ما تكونش فيها اي حاجة تماما، تبقى زي اللي انتي بتشتريها من بره بالظبط. وبعدين حطيت بقى روزيتات كده على الصوص المانجا، وحطيت شوكولاتة اللي هي الكريسبي، والتانية اللي هي عليها ملمع الجل ده حطيت برضو عليها شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة بقى انت حباه او متوفر عندك تقدري اللي انت تحطيه. ممكن تسيبيها زي ما هي كده، بجد هي اصلا كانت طعمها تحفة. بصوا القطعة اللي هي اللي هي الاولانية دي كانت كبيرة شوية. آه، انا كنت انا قطعاها يعني بالحجم ده عادي، لان دي كنت كانت للبيت يعني. انما بقيت القطع دي انا هخرج دست الجاتوه للطلب يعني، اوردر كان مطلوب وفاض قطعتين، يبقى النص كيلو من دي الاسبونج اداني دستة 12 و2، يبقى 14 قطعة.
ممكن تخليهم ممكن يبقوا 16 قطعة. لو انت هتقطعيها 4 في 10 أو 4 في 11 هيديكي 16 قطعة. بس أنا علشان القطعة كانت كبيرة شوية، يعني 5 في 10 أو في 11، كانت الخرطة كبيرة جدا على فكرة، ما كانتش صغيرة خالص، فادتني ال14 قطعة بس. وبعدين حطيت الشوكولاتة اللي هي عاملة زي الشجرة دي، أنا اللي كنت عاملاها برضو في البيت. بصي بقى، هنجيب الورق اللي هو بتاع الكب كيك. هبدأ بقى اللي انا اشيل زي ما انتوا شايفين كده. بصي القطعة بجد كانت متساوية، ما كانتش يعني مثلا فيها حتة مثلا عالية وحتة مثلا واطية او كده، والخرطة كانت حجمها يعني مناسب جدا. وصراحة يعني اللي خدوها شكروا فيها جدا جدا في الطعم والشكل وكل حاجة، وألف هنا وشفا اللي كان يعني منها. بصي بقى، انا هشكل الدستة بتاعتي دي، مش هحطها كلها مثلا من لون واحد او لونين وكده. انا هحط من الالوان اللي انا عملتها كلها، اللي هو صوص المانجا، واللي عليه ملمع الجل، واللي عليه صوص الفراولة. يعني انا هشكل الدستة بتاعتي علشان ما تكونش كلها شكل واحد، او يعني او شكلين بس يعني. طبعا لو انتي بتخرجي يعني الشغل ده اونلاين، فلازم تكوني يعني متوفر عندك الورق اللي هو بتاع الكب كيك ده، فهتحط عليه كل قطعة علشان تبقى يعني زي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط، يعني ما يكونش فيه اي حاجة. وبعدين هحط قطعة بقى من اللي هي المثلثة دي. هحط القطعتين، يعني انا هحط القطعتين. بصي بقى، هجيب اللي هو بصوص الفراولة. بصي القطع متساوية ازاي في القطع بتاعها، لان بين كل قطعة والتانية كنت بحط السكينة او المنشار بتاعي في مية تكون سخنة جدا، وبعدين تمسحيه بمناديل بتاعة مطبخ، وبعدين تبدأي تقطعي التانية. فبصي طالعة معايا متساوية. ولما تيجي تقطعي، بصي تحطي المنشار او السكينه كده من فوق، وتروحي نازله مره واحده، ما تفضليش رايحه جايه رايحه جايه، هيديكي شكل مش مظبوط لو انتي فضلتي بالسكينه كده رايحه جايه علشان تقطعي. هي تنزلي مره واحده كده بيها بس. يكون كده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الطريقه دي عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.